تعرف اللاعب اللي النكته موتته؟ طب سمعت عن الفريق اللي لعب ب 15 لاعب بدل 11؟ طب الفريق اللي خسر 149 0 كاس العالم اللي اتسرق، وقصص تانية كتير غيرهم. ولو ما سمعتش يبقى تيجي عشان احكي لك النهارده اغرب قصص حصلت في تاريخ الكوره. قصتنا الاولى نقدر نسميها اغرب ماتش في التاريخ، واللي كان البطل بتاعه ارسنال الانجليزي ودينامو موسكو الروسي، والكلام ده كان في سنه 45. واللي حصل في الماتش ده ان الشبوره ملت الملعب ومحدش بقى شايف اي حاجه، بس الحكم ركب دماغه وقال لك مفيش ماتشات هتتعاد هنا، شبوره مش شبوره، شايف مش شايف، هتلعب يعني هتلعب. فيكملوا الماتش ومدرب سيسكا يعمل تبديل، وبدل ما اللاعب اللي اتبدل يخرج يفضل في الملعب، وكمان اللاعب الاحتياطي بيخش، وطبعا محدش شايف اي حاجه. وفضلوا يكرروا الحركه دي ومحدش بيخرج لحد ما بقوا 15 لاعب في الملعب. وطبعا هيصعب عليك ارسنال الغلبان اللي مش عارف ايه اللي بيحصل فيه في الضلمه، بس الحقيقه ان ارسنال نفسه كان بيلعب بديله في الضلمه. فبعد ما اتطرد من عندهم لاعب قرر ان هو يخش الملعب تاني والحكم مش شايف حاجه. بس غريب بقى لما الحارس بتاع ارسنال اتصاب وما كانش ليه اي بديل على الدكه، فنزل بقى مشجع من المدرجات وكمل الماتش مكانه بجمله بقى، والماتش خلص 4-3 للفريق الروسي. اكيد دي كانت اكبر مهزله كرويه في التاريخ كله. بمناسبه بقى مهازل الماتشات، فلو جه في بالك قبل كده تسال ايه اكبر نتيجه حصلت في اي ماتش، احب اقول لك لو حاولت من هنا للصبح تخمن عمرك ما تتوقعها، اللي هو خير اللهم اجعله خير كده 149 0، وكانت بين فريقين من مدغشقر، مش مهم هم اسمهم ايه عشان اكيد يعني انت مش مهتم مين دول. المهم يعني ان ال 149 جول كلهم كان اللي سجلهم لعيبه الفريق الخسران، اللي قرروا ان هم يجيبوا جوال في نفسهم طول الماتش عشان بيعترضوا على قرارات التحكيم اللي فضلت تحصل لهم طول البطوله. الثاني دخل على المنطقه يجيب جول، هوبا ضعيفه، امسك يا هريدي، اخيرا هريدي، هوبا يا هريدي، روعه يا ابني، روعه روعه روعه، رايح فين رايح فين، دخل الجول. القصه اللي جايه معانا هي قصه غريبه جدا، هي قصه جثه كريستوفر. في 2011 في كولومبيا كان في ماتش القمه عندهم بين ديبورتيفو وانفيجادو. هو كريستوفر ده كان مشجع كبير قوي لنادي ديبورتيفو، واللي قال لاصحابه ان هو مقرر ان هو يحضر الماتش ده. المهم ان كريستوفر كان بيلعب كوره مع صحابه قبل الماتش بيوم، وكان معدي واحد حس ان شكل كريستوفر ده مش على هواه، قام مديله طلقتين ومخلص عليه. زي ما انت فاهم يعني موضوع القتل والعصابات هناك ده روتين كده، زي كوبايه الشاي بعد الاكل عندنا كده. المهم اصحاب كريستوفر دول قالوا لا احنا متفقين نشوف الماتش سوا، مش هنخلي حجه اي كلام كده زي الموت تبوظ لنا الخروجه. اقنعوا اهله ان هم ياخدوه في تابوت للاستاد، يوصلوا هناك ويفضلوا على الباب في قصه كبيره كده مع الامن عشان يعرفوا يخشوا. طب يهديك يرضيك انت وهو يا ابني ما صحش، وهم ما فيش هنخش يعني هنخش. وفضلوا في الفيلم ده لحد ما عدى منهم 75 دقيقه من الماتش، فريقهم بقى خسران 1-0 عشان اخيرا يقدروا يخشوا. وهوبا المدرج يحصل فيه هيصه ولبش، ومحدش فاهم هو ازاي في تابوت دخل المدرجات. فاللعيبه تسرح وتبص على المدرج، يقوم فريق ديبورتيفو يغفلهم ويتعادل في الهيصه دي، وكل ده بفضل تابوت كريستوفر. والجمهور قعد يهيص ويحتفل ويتبارك بالتابوت ده، وتحول تابوت كريستوفر لاسطوره تشجيعيه عند فريق ديبورتيفو، واللي بيحطوه لحد دلوقتي في هتافاتهم واغانيهم. ونيجي بقى لقصه الراجل اللي مات بسبب النكته. بطل قصتنا كان عيل دمه خفيف، مستوى الكوميديا عنده في ليفل جروب الدفعه كده، لوتشيانو ريتشيكوني، نجم لاتسيو اللي كان معروف بكتر هزاره، وان لولا مستواه العالي كان اتطرد من النادي من زمان بسبب ما قلبه ونكته الكتير. المهم مراته جت قالت له انا عايز عقد من النوع الفاخر. المهم قال لها ما يغلاش عليكي، ده انا لعيب كوره وغني ويلا نشتري العقد، بس اكيد مش هيشتريه بشكل عادي. فقال لك اما اعمل مقلب من بتوعي دول، وراح لابس اسود في اسود وجمع صحابه، راح حاطط ايده في الجاكيت وراح للراجل وهوب قال له طلع فلوسك المحل تحت السطح. بس الراجل يخاف وتخش عليه فعلا يروح يطلع مسدس، بس المره دي من الحقيقي، ويروح يضربه بيه، وتكون اخر كلمات لوتشيانو ده قبل ما يموت انت قتلتني ليه يا عم، ده انا كنت بهزر معاك، دي كانت نكته، عشان يكون الراجل اللي مات بسبب نكتته واللي عمر ما حد هينساها في لاتسيو. وحابب بقى بالمناسبه دي اوجه رساله لصديقي ورا الكاميرا ماربيلا، خفه دمك دي تخلينا تخك انا كمان في مره. المهم بقى نيجي للقصه اللي منعت تشيلي من كاس العالم. 94 كان في ماتش مصيري بين تشيلي والبرازيل في المراكانا، والبرازيل لحد اخر ربع ساعه في الماتش كانت متقدمه 1-0، والملعب بقى بيولع وهنصعد بقى لكاس العالم وادوها صواريخ وشماريخ. المهم الشماريخ تترمي في الملعب عشان يوصل شمروخ منهم لحارس تشيلي ويقع في ارض الملعب ويقوم وشه كله دم، فيقوم الراجل ويجري الحكم ويقول له بص وشي بقى شبه الخريطه، واللعيبه بتاعت تشيلي تعترض ويقولوا احنا مش مكملين الماتش، ويخرجوا بالحارس، وفعلا الحكم يقرر ان الماتش اتلغى، وخلاص كل الناس في البرازيل مستنيين العقوبات اللي هتنزل عليهم، وعارفين ان هم كده كده هيتمنعوا من كاس العالم بعد اللي عملوه في الراجل. بس المفاجاه بقى ان ساعتها كان الفيديوهات موجوده
موجوده وكويسه. ففي كاميرا منهم تلقط عمك الحارس اللي طلع من القصعي وهو بيطلع من الجلافز بتاعه موس وبيشرح وشه، فيتوقف الحارس مدى الحياه من الكوره ويطيروا تشيلي، والبرازيليين ياخدوا حقهم ويروحوا المونديال. يلا فكرني كده بواحد قطع تيشيرته عشان ياخد بلانتي. ما علينا. في نادي انجليزي اسمه توركاي يونايتد، غالبا انت حتى ما تعرفش اسمه، بس المهم ان النادي ده عنده رقم قياسي مميز، انه اسرع نادي اقل مدرب في التاريخ 10 دقايق بالظبط. اللي حصل كالتالي: والنادي ده مضى مع مدرب اسمه ليروي، واللي مضى معاه كان مالك النادي مايك باتنسون، واللي كان عارض النادي للبيع اصلا، بس ما كانش عارف ان وقت ما هيمضي مع المدرب يروح طالع من الاوضه يلاقي في الاوضه اللي جنبها حد جايب عرض حلو، ففعلا بيبيع النادي ليه في كلمه. والموضوع حرفيا ما خدش 10 دقايق ولسه عمك ليروي داخل المؤتمر الصحفي عشان لسه متعين بقى وبتاع، اما قالوا له مؤتمرك اتلغى وانت مطرود ولم هدومك ويا ريت تتكل على الله من هنا. انا عملت ايه؟ انا عملت ايه والله العظيم؟ عشان يبقى قضى 10 دقايق مدرب للنادي مش اكتر. والمهم ان النادي ده محدش يعرفه لولا قصصه غريبه، لان نفس النادي ده كان بطل مهزله من اكبر المهازل اللي حصلت. سنه 87 روكاي ده كان بيصارع على الهبوط وبيلعب ماتش مصيري، وكان خسران 2-0 في الشوط الاول ومحتاج ان هو على الاقل انه يتعادل عشان يفلت من الهبوط، وقدروا فعلا في اول الشوط الثاني ان هم يسجلوا هدف عشان يبقى فاضل لهم هدف واحد بس، عشان نتفاجئ بكلب جيرمان بيخش الملعب ويقضي لاعب الخصم، وهو كان بيحاول في هجمه عشان فكره بيهاجم صاحبه. كلب بيداش من رجل الراجل فالحكم بيزود 8 دقايق وقت بدل ضايع تعويضا عن العبط اللي حصل ده، وهوب الزياده دي بيستغلها اليونايتد وبيسجلوا التعادل، واللي جه في الدقيقه الثامنه في الوقت بدل الضايع عشان يبقى كلب هو اللي انقذ فريق من الهبوط. حاول تعمل حاجه صح. نرجع بقى لزمن اقرب شويه وتعالى احكي لك قصه ضياء السكران بتاع اوروبا جراهام بول، واللي في مونديال 2006 في ماتش بين كرواتيا واستراليا، واللي في الدقيقه 61 راح للاعب اسمه جوزيف سيمونيتش اداله انذار، رجع في الدقيقه 90 اداله انذار تاني، بس حس ان هو نسى حاجه كده، والحاجه دي كانت ان هو المفروض مثلا انه يديله طرد بعد الانذار التاني، يقوم اللاعب يسكت ويتدرى في الزحمه كده ويعديها الكام دقيقه اللي فاضلين. لا طبعا ما استناش اكتر من 3 دقايق وراح ينكش في الحكم ويرخم عليه ويتناقش معاه في كل قرار، قام مزهقه فراح مديله كمان انذار، بس المره دي افتكر وطرده الحمد لله. تقريبا سيمونيتش حس بالذنب ان الراجل سرح فقال لك اما يخليه يطردني بالطريقه، فيبقى اول واخر لاعب ياخد 3 انذارات في ماتش. اندري مارينر ضياء السكران الجزء الثاني، واللي كان بيحكم ماتش بين ارسنال وتشيلسي، فتيجي كوره ناحيه الجول فيصدها تشامبرلين بايده على طريق سواريز، فراح الحكم يطلع الطرد بس مش لتشامبرلين، راح اداه لكران جيبس عشان سرح ونسى مين اللي كان صدها، بس قال لك انا لازم اطلع كارت احمر مش هينفع يعني. وبس بقى يا سيدي بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، ولو عجبتك الحلقه شير ولايك وسبسكرايب، اشوفكم في حكاوي جايه والسلام.